حبوباتي حلقة جديدة من مسلسل كما ديك حياتي. هنا كتبان معنا نورهان كتبكي حيت كتجري عليها نجلة من الدار. قالت لها صافي سيري بحال دابا تتهدني السيد الياس وديك الساعة رجعي. هنا كتبان معنا دنيا بقى فيها الحالة الأم ديالها الفراق ديال الأم ديالها، بقات كتشم ريحة حوايجها، بقات كتشوف فيهم وكتقول لها الله يا ماما الحبيبة من خليتيني. بقات كتبكي وكتشم في ريحة حوايجها. قالت لها غناخذ لك حقك من يانيس، وهي تشوف واحد السنيدقة تما وهي تهزها وحلاتها. بقات كتشوف فيها تصور ديال الأم ديالها كتقول لها الله يا ماما الله يا ماما شحال كنتي زوينه. وهنا كتبان معنا جات لقات سلاح وبغات انها تقتل يانيس، حلفت انها تقتلو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبوباتي في فيديو ديال المسلسل كون ديك حياتي حلقه جديده مليئه بالحدث. نتمنى انكم تشتركوا عندي في القناه، شكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم. هنا صافي يانيس كيقول لهم غير تهدنوا. كتبان معنا دنيا خلات العيالات وطلعت البيت ديال الام ديالها، بقات كتبكي وكتشوف الاكسسوارات ديالها وداكشي كامل ديالها. بقات كتشم في ريحتها كتقول لها الله يا مامتي من خليتيني. بقات كتبكي وبقات فيها الحرقه ديال انها تفرق الام ديالها على انها تموت. بقات كتشم في الروائح ديالها وداكشي كامل اللي كيتعلق بالام ديالها. بقات كتشوف التصاور ديالها فاش كانت صغيره وداكشي كامل. المهم بقات كتشوف فيها وكتقول لها ماما الحبيبه مشيتي وخليتيني، ماما الحبيبه مشيتي وخليتيني. بقات كتبوس التصاور ديالها. المهم بقات كتبوس في داكشي كامل اللي عندها، بقات كتفكر فيها كتقول لها ماما الله يا ماما شنو هادشي اللي واقع فيا. المهم بقات كتبكي يعني بالحرقه ديال الام ديالها، الفراق ديال الام ديالها. ومشات للخزانه ديال الملابس ديالها، مشات كتشوف الحوايج ديالها، بقات كتشم فيهم وقالت لها يا حويجات ديال المليكه ديالنا. المهم بقات كتشوف فيهم وكتشم الريحه كذلك وكتهز المنطيات ديالها، بقات كتعنق فيهم. ومشات على ناموسيه، بقات ناعسه تما وبقات كتشم في الريحه ديال الحوايج ديال الام ديالها وناعسه تما. كيبان معنا اسماعيل جاي وهي تلاقاه ديك المراه وهي تقول ليه واش باقي عندك ديك البنت اللي سميتها بهار؟ قال لها قالت ليه وسير لا تعطل لي على العروسه. قال لها لا راه ما بينا حتى شي حاجه، راه ديك الصديقه ديالي. غير زعما وقفت معاها قلت ليه لا لا غير سير. قلت ليه راه عارفه بلي عروستنا المستقبليه. وهو يطلع وهو فاش طلع مشى دق الباب وهو يعلق ديك البلاستيكه ديال الماكله اللي جاب ليها. يلا بغى يرجع بحالته وهي تحل البهار الباب. قلت ليه اسماعيل؟ قال لها نعم. قال لها راه جبت لك شي حاجه باش تفطري. قلت ليه شكرا بزاف. قلت ليه لقيتيني يلا بغيت زعما نخرج نمشي نقلب على شي خدمه. قال لها واخا. قال لها سيري فطري دابا وكولي وراه دابا عندك السوار تبقاي في الدار قداش ما بغيتي ديك الساعه غير خدي راحتك. صافي هو يمشي. قلت ليه شكرا بزاف وهو يهبط. مشى هي دخلت وهزات الماكله ودخلت للدار. فاش دخلت للدار هنا كيبان معنا يانيس كتقرا عليه ميسون هو يسحب ليه واش بهار. هو مشى حل قالت ليه بهار يانيس ميسون. قالت ليه فين هي بهار؟ بدات كتعو زعما كتصوت كتقول بهار فينك بهار فينك. هو كيقول لها ما كايناش بهار. قالت لها بهار خرجي بلا ما تخباي، انا عارفك بلي تصالحتي مع يانس ولكن دابا خرجي حيت بغيت نهضر معاك شي حاجه مهمه بيني وبينك. يعني حنايا خواتات خصنا نهضروا بشي حاجه مهمه ما زعما ما يسقلنا حتى شي واحد الخبر. وبدات كتعيط بهار بهار ولكن بهار ما كايناش. هو يقول لها يانس راه ما كايناش بهار. ويقول لها بصح ما كايناش بهار. وهي هو يقول لها وهي تقول لي نيس صافي انا غنمشي. هو يقول لي قال لها نيس شنو درتو البهار؟ البهار داكشي علاش الاب ديالك البارح كان بغى يحرق راسو. قال لها قولي لي شنو درتو ليها زعما. قالت لي شنو دخلك انت في داكشي ماشي شغلك ديها في سوق راسك. وهو قال لها لا خصك تقولي لي شنو كاين تما. قلت لي لا ما غاديش نقول لك. قلت لي اصلا ما تنساش راسك بلي حتى انت راك درتي كفس منا بلي كنتي كتحاول انك تقرب مني باش تستغلني وداكشي كامل اللي درتي. قلت لي يعني ما تبررش راسك بلي انت ملاك ولا شي حاجه. قلت لي حتى انت يعني بحالنا بحالك. وهي تمشي وخلاته وبقى هو معصب. بقى حيت هو كان كيقلب على بهار ولكن ما لقاهاش. بقى كيفكر فين غيقلب ثاني. من بعد هنايا كيبان معنا ايضا كتبان معنا نورهان كتقلب مشات عند ميربات كتقرا عليها برجليها كتضرب الباب برجليها بدات كتغوت. قالت لها ميربات خرجي عندي. وهي خرج عندها ميربات. قالت لها نورهان مالك هيك لاباس شنو وقع؟ قالت لها فين هي بهار؟ قول البهار تخرج عندي بلا ما تخبيها. قالت لها بلا ما تخبي بهار خرجيها بغيت نهضر معاها. قالت لها ما كاينش عندي بهار. قالت لها علاش فين هي بهار؟ واش بهار ما جاتش للدار؟ قالت لها لا ما جاتش وراه عارفه بلي مخبيها عندك. دابا تقول لك بهار قول لها بلي ما كاينش انا في الدار ما كاينش عندك داكشي علاش مخبيها. قالت لها لا ما عنديش بهار. قالت لها فين هي؟ قالت لها فين مشات هاد البنت؟ المهم بقات نورهان اصلا معصبه وهي تقول لها قالت لها شوفي راه كاين مخبيه عليه شي حاجه حيت داك النهار فاش جات بهار تهضر معايا انت ما خليتيهاش تهضر معايا. قالت لها اشنو هادشي؟ قالت لها نورهان ماشي شغلك. قالت لها ميربات لا راكم زعما كتاثروا على ديك البنت. وهنا كيبان معني الياس خرج حتى هو كيطل ولكن ما خلاتوش الاخت ديالها انه يوصل عليها. وهي تقول لها نورهان المهم طلع معاهم الصاد. وهي نورهان قالت لها انت ماشي شغلك داكشي كامل. قالت لها انت ما غاديش تحسي بلي امومه. قالت لها ميربات قالت
لها أكيد ما غاديش نحس بالأمومة، ماشي بحالك أنتِ اللي مشيتِ خليتِ بنتك ما عرف فين باتت وأنتِ كاع ما مسوقاش، يعني ما عندك عليها ما عندك زعما عليها حتى شي خبر فين بات بنتك، وهي تهبط نورها المعصبة وهي تلقى العيالات واقفين تما وهي تقول لهم سيروا بحالاتكم علاش كتشوفوا فينا علاش كتطلّعوا علينا، والسيد الياس بدا كيشوف فيها قال لها صافي دابا يلاه فقتِ إلا ضرباتك القلبة وكتصوني عليها ميسون قالت لها ماما راه ما لقيتش بهار عندي نيت قالت لها دابا غنمشي نقلب عند صحاباتها اللي كيقراو في الجامعة معاها، قالت لها صافي واخا سيري قالت لها راه ما لقيتهاش حتى عند مربات ونورهان دخلت للدار ويقول لي الياس ما نخليش فين ما قلبت على ديك البنت قالت لها صافي دابا يلاه وصلتك هضرتي قال لها داك الشيء كنت كنقول لك البارح يلاه وصلك وبدات كتغوت عليها نورها وبدات كتغوت نورها وهو يقول لها صافي بعدي مني انا ما قديش على المشاكل وهو مشى كيتقد داك الباب وهي تحل ليه كاطر قالت لي سمحوا لي راه كنت كنوجد اتاي وخرجتو ما عرفتش شنو واقع قالت لي تلقى نورهان قدامها وهي تقول لها اختي نورهان دخلي للدار قالت لها علاش اصلا انا غنطلبك باش تقول لي دخلي راه هذه داري وهي دخل نورهان فاش دخلت نورهان لقات واحد التمثال بدلات ليه كوثر البلاصه ديالو وهي تقول لها شنو هادشي علاش وصلتي للحوايج ديالي ما توصليش قالت لها الحوايج ديالي بلا ما تبدل لهم بلايصهم قالت لها انا عجبوني كيف ما هما وهي تقول لها جوليا نجله قالت لكوثر دخلي وهي بدات كتهضر مع نورهان قالت لها واش انت ما قديتيش هادشي كامل ما كيفيكش اللي درتي قالت لها تهدني على هذا الراجل قالت لها خويا ما بقاتش باقي على المشاكل راه حملتيه اكثر مسؤوليه بلا نورهان كتغوت قالت لها شنو المسؤوليه حملت هذا الراجل اشنو درت ليها انايا قالت لها بالسلامه شنو درت لهذا الراجل باش كتغوت قالت لها شوفي قالت لها نجله صافي دابا نتيا راكي معصبه هو اصلا خليتيه تهدن وسيري دابا انت قالت لها سيري بحالك دابا ترتاح وديك الساعه رجعي للدار وتهضروا زعما قلت لها كيفاش غنمشي للدار قالت لها لا سيري زعما سيري شي بلاصه بدلي الجو وحتى تبان بها حيت قداش ما بقات بها فاش غتبان راه هي الياس غيتهدن وهي تقول لها صافي دابا سيري انت من هاد الدار حتى من بعد قالت لها نورهان كيفاش كتجري عليا ونورهان قالت لها هذيك هي بحال هكا قالت لها اعتبرها كما بغيتي ونورهان جاتها البكيه وبقات نورهان كتبكي ما عجبهاش الحال على ديك الهضره اللي قالت لها بحال المهم جرت عليها من دارها ونورهان ما عجبهاش الحال وهي تمشي هزات داك الصنم اللي كانوا فيه بنيتها زعما وهي تردو لبلاصتو وهي اللي قلت لها ها هي الدار خليتها لكم ربحوا بها ديروا فيها ما بغيتو وهي تمشي فاش مشات خرجات بقات كتبكي وهنايا كتبان معنا الدنيا بقات كتبكي على الام ديالها وهي تهز داك المونطو فاش ضرباتها الفيقه وهي تهز داك المونطو رداتو بغات تردو لبلاصتو بغات تقول ليه حوايج ماما الحبيبه ديالي بدات كتعلق بداك المونطو شويه وهي كتبان ليها واحد الصناديقه حدا رجليها وهي بقات كتشوف فيها وفاش حطت داك المونطو بلاصتو وهي تبان ليها وهي تهز ديك الصناديقه بقات كتشوف فيها ما يعني بحال ما عمرها شفتها عند الام ديالها ولا وهي تهزها وهي تديها فوق راسها وهي تجلس بقات كتقلب فيها وهي تلقى فيها التصاور ديال الام ديالها فاش كانت صغيره وداك الشيء كامل اللي كان كيتعلق بالام ديالها يعني ديك الذكريات ديالها كاملين كاينين تما وبقات كتشوفهم بقات كتهز وحده بوحده بقات كتشوف داك الشيء كامل التصاور ديال الام ديالها كذلك فاش كانت صغيره تقول لها هي ماما الحبه شحال كنتي زوينه وهنا كتبان معنا نورهان غاده مع الطريق يعني ركبيها فاش شن عليها ما قداش انها تمشى بقات غاده بشويه بقات كتقول لي يا ربي ها هي الدار ربحوا بها المهم بقات مع الطريق كتبكي وكتقول لهم الدار ها هي خليتها لكم ربحوا بها صافي انا غنمشي بحال هادشي يعني بقى فيها الحال كتحس براسها صافي انها صافي سلات الطاقه ديالها وهنايا كتبان معنا دنيا كتشوف الرسائل اللي كان كيصيفط الاب ديالها للام ديالها فاش كانوا صغار وكتشوف التصاور ديال الاب ديالها كذلك بقات جاتها البكي يعني على داك الشيء كامل اللي كاين تما المهم بقات كتبكي وكتقرا الرسائل اللي كان كيصيفط الاب ديالها الام ديالهم وبقات كتشوفهم شويه وهي تشوف واحد الزيف تما كاين وهي تحط عليها يديها وهي تهزو جاها بشكل وهي تاخذو فاش خداتو بدات كتقلب وهي تقول نينيس غنقتلك كون على يقين بلي انا اللي غناخذ الروح ديالك وهي فاش كتحل داك الزيف وهي تلقى فيه سلاح وهي بقات كتشوف فيه يعني تصدمات حيت ما عرفتش بلي كاين سلاح عند الام ديالها وهي تهزو وهي ديرو هي بقات كتشوف فيه بعدا هزاتو بقات كتشوف كتمعن فيه يعني كتفكر في يانيس باش تنهي الحياه ديال يانيس المهم بقات كتشوف فيه ديال بصح نيت يعني حاقده على يانيس وهي تخيل ليها الابنه ديالها وهي تقول لها ماما اشنو كديري بداك السلاح تما شنو كديري به ودنيا هي التليفون هي صونات عليهم قالت له واش كاين يانيس في الخدمه قال لها راه كاين يانيس في الخدمه الا كنتي غتجي قالت له صافي وهي تصوني ثاني على الشيفون وهي تقول ليه شوف وجد لي الطوموبيل هاني نازله عندك
وهو يقول لها صافي، هو يقول لها ابنتي لا عافاك ماما ما ديريش شي حاجة اللي غتندمي عليها، ما ديريش شي حاجة اللي غندموا عليها حتى حنايا. بدات كطلب فيها، قالت لها عافاك ماما ما دير حتى شي حاجة اللي زعما غتجي غتدير لك شي حاجة. قالت لها لا ما تخافيش عليا بنتي، انا راه قوية وما غندير حتى شي حاجة. قالت لها غير خليني. وهي تخرج وهي دير داك السلاح في الجيب ديالها وبدات كتجري مع الدروج. وهنايا كيبانوا معنا الناس جالسين كلهم حيت باقي كيقراو على الروح ديال المرحومة سورة ياسين داكشي كامل جالسين وهما كيجريو. تبعاتهم جوليا كتجري موراهم قالت لها شنو كاين. والدنيا هي مشات ركبات في الطوموبيل وبدات بنتها كطلب فيها. قالت لها عافاك ما تمشيش، قالت لها ما تخافيش عليا. وهي تمشي وهدى بقات مصدومه ما بقاتش عارفه شنو غدير. وهي تجي عندها جوليا قالت لها مالك شنو واقع. قالت لها ما غنقول لك حتى شي حاجه. قالت لها خليني نمشي. وهنا كتبان معنا نورهان غاده مع الطريق محطمه وهي تلاقى مع سكينه وهي تقول لها اختي سكينه وهي تسلموا هي وياها. قالت لها الله يا اختي. قالت لها مالكي. قالت لها سكينه راه غير بغيت نقلب على شي واحد يكري لي الدار حيت انا ديك الدار مابقيتش بغيتها. يعني راكي عارفه المصاريف ديال السطار ديال الضو ديال الماء ما بقى عندي حتى شي حاجه. قلت لها نمشي نقلب على شي بيت ونسكن فيه انايا. وديك الساعه داكشي اللي جاب ديك الدار فكره نخلص به، يعني نخلص به الصاير ديالي وداكشي اللي بقى ليا ناكلو. قالت لها نورهان الله يا اختي علاش ما قلتيش لي هادشي. قالت لها ما قديتش اختي نقول لك هادشي كامل، ما قديتش انني نزيد تمر على تمر راه عارفه شنو كاين عندك. قالت لها ما قديتش انني نزيد عليك حتى شي حاجه. قالت لها نورهان الله يا اختي. وهي تصون التليفون ديالها قالت لها ميسون ماما راه ما كايناش بهار عند صحاباتها كل داك كاع دوك الناس اللي كنعرف قلبت عندهم. قلت لها الحل الوحيد اللي بقى عندي هو انني نمشي عند اسماعيل نقلب عنده نقولها ليه باش هو ربما يشوف لينا الا لقاها في شي بلاصه ولا الا عارف شي حاجه عليها. قلت لها نورهان صافي بنتي هذاك هو الحل الوحيد اللي بقى لينا حتى حنايا، غير سيري الله يرضي عليك. قلت لها سيري شوفي اشنو كاين تما وربما تلقايها. قلت لها صافي واخا. وهي تمشي وهي تقول لها ساكنه واش باقي ما لقيتوش بهار. قلت لها لا. قلت لها يا اختي راكي غير كدوزي في الامتحانات. قلت لها الله يفكك على خير والله يفك لك هادشي كامل على خير. وهنايا كتبان معنا الدنيا غدا عند يانيس وكتشوف داك السلاح. يعني صافي دارت في راسها انها صافي غتصفي هاد يانيس في اي لحظه ما تسوقاتش لتا شي واحد. وهنايا كيبان معنا صافي هي طلعت عنده البلاصه فاش كيكون يانيس. من بعد هنا كيبان معنا يانيس كيقول العم ديالو ما لقيتش بهار ما خليتش فين ما قلبتش عليها. وهو بداو كيسمعوا الصوت ديال شي واحد كيعيط عليه كيقول ليه يانيس خرج عندي يانيس خرج عندي. وهما كيبانوا خرجوا عنده ودنيا هي تهز عليه السلاح. قالت لي صافي وصلت النهايه ديال كيانيس.